والله انا قدها وقدود. العيال دخلوا معايا تحدي، قالوا لي الكيكه اللي على ظرف البيكنج باودر دي شكلها حلو قوي، ليه ما تعملناش شكلها؟ قلت لهم طب انا قايمه وهعمل لكم شكلها بالظبط، وعملت لهم نفس الكيكه اللي على ظرف البيكنج باودر. هي ولا مش هي يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ مش هي دي شكل الكيكه اللي على البيكنج باودر بالظبط؟ النهارده عملتها بطريقه اقتصاديه جدا حلوه قوي بطعم البرتقال، هتاخدك في حته بعيده. انا ما يهدريش بال كده لما حد يتحداني الا لما اكون قد التحدي وانفذه. شايفه ارتفاعها قد ايه؟ يلا تعالي اعرفي عملتها ازاي بطريقه سهله وبسيطه اقتصاديه جدا. سمي الله وصلي على رسول، يلا بينا على طول. ارتفاع 10 سنتي بحاجات بسيطه قوي قوي قوي. جبت اول حاجه المنخل او المصفى بتاعتي وهنخل الدقيق. خدت كوبايتين ونص من الدقيق او الطحين علشان الدول العربيه. خلاص كوبايتين ونص. خلاص. هجيب دلوقتي طبعا رشة الملح بتاعتنا عشان نعادل الطعم بتاعنا. كمان هاخد ظرف البيكنج باودر. خلاص اهو. شفت الكيكة اللي على الظرف؟ هي دي اللي ولادي اتحدوني عليها وانا كنت قد التحدي. هندخل بقى المقادير بتاعتي دي بالشكل ده. خلاص احنا سمينا الله وصلينا على الرسول ولا لا؟ سموا الله وصلوا على الرسول، وهي تنسي اللايك والشير، ولو اول مره بتشوفيني اوعي تنسي تتابعيني. انخلي المقادير بتاعتك كويس جدا زي ما انت شايفه كده. خلاص. وبعدين نبتدي نحضر المقادير الجافة أو نحضر المقادير التانية بتاعت الكيكة. بس الأول قلبي أي مقدار جاف عشان البيكنج باودر يتوزع كويس جدا في الكيكة كلها. المقادير التانية معايا هيبقى معايا 3 بيضات. كل الكيكة اللي انت شفتيها دي ب3 بيضات بس، مش ب6 و7 بيضات زي ما احنا متعودين. الكيكة الإسفنجية لازم تخش لها بيض كتير، لا. معايا ظرف فانيليا عادي وظرف فانيليا برتقان. كمان معايا معلقة من الخل عشان زفارة البيض. بشر القشر بتاع البرتقان. كوباية سكر، كوباية عصير برتقال، كوباية زيت. دي كل المقادير. وما تقلقيش بشر القشر مش هيمرر، هيقضي على اي زفارة بيض وهيزود من ريحة وطعم البرتقال. وفانيليا البرتقال بتزود طعم البرتقال كمان. هناخد كل المقادير وعلى الخلاط اضربهم كويس جدا لحد ما لونهم يفتح، حتى البشر بتاع القشر حطيته في الخلاط مع المقدار بتاعنا. ضربتهم كويس جدا مع بعض بالشكل ده. هبتدي بقى اجيب الدقيق بتاعي وشوية بشوية انزل بالدقيق. عايزه بس اقولك حاجه قبل ما ابتدي اعمل الكيكه خالص وصور كده، رحت فاتحه الفرن بتاعي على 180، لان الكيكه لازم تخش على فرن مسبق التسخين ضروري عشان تطلع معاكي حلوه وذهبيه ومستويه وخفيفه زي ما شفتي وما تهبطش منك وتتكتم. خلاص. اما بقى الدقيق وانتي بتنزلي بيه هتنزلي بيه على دفعتين وتقلبيه في نفس الاتجاه. دي يعني تركات اساسيه في الكيك عشان تطلع معاكي مظبوطه. امشي في نفس الاتجاه اللي انت ماشيه فيه. خلاص. قلبي كويس جدا لحد ما تتاكدي ان كل الدقيق تداخل كده مع القوام اللي احنا عاملينه السايل. خلاص. ولما تتاكدي من كده بصي زي الفل. هنجيب الصينيه بتاعتنا دي في حدود 26، مقاس 26 دي 28، الاتنين يمشوا. بطنطها كويس جدا بفرشه من السمنه او الزيت ورشه دقيق. وهنزل بمقدار الكيكه بتاعي كله زي ما انت شايفه بالشكل ده، وادخلها الفرن. بتاخد 35 دقيقه تقريبا. وبختبرها كده بخلة أسنان نظيفة أو خلة شيش طاووق. أتأكد إن هي استوت معايا بروح خرجها من الفرن. ما تفتحيش عليها الفرن على طول عشان ما تهبطش، يعني سيبيها 35 دقيقة وبعدين بتروحي فاتحة الفرن وشايفاها. لقيتيها استوت خرجيها، لقيتيها لسه في الفرن بسرعة سيبيها 5 دقايق 10 دقايق على حسب. خلاص. قبل ما دخلتها الفرن خبطتها خبطتين عشان تخرج اي هوا منها. بصي بقى ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. مستويه ذهبيه جدا. بصي ارتفاعها قد الصينيه كلها. شايفه الصينيه ما فاضلش فيها غير 2 سنتي. يعني عايزه اوريكي بصي سمك الصينيه قد ايه، ولا 10 سنتي ما شاء الله. كيك 10 سنتي من 3 بيضات. زي ما انت شايفه دي ممكن تفتحيها وتحشيها لو هي مش بالبرتقال بقى عاملاها بالحليب، واعمليها تورتايه تدي معاكي 3 رقات تورتايه مرتاحين. ودلوقتي ما نقطعها مع بعض هنشوف. هجيب بقى اي شبكه اي هوايه عندي عشان ابرد الكيكه شويه قبل ما ابتدي اقطعها عشان نبتدي نفطر بيها بقى جنب كوبايه الشاي بلبن. ويا سلام يا سلام في قلبي. كيكه بقى وشاي بلبن دي في حته تانية خالص. مرتاحش كده بيهدالي بال الا لما يكون في التلاجة علبه كيكه البرتقال، كل ما تخلص لازم اعمل غيرها. احلى حاجه في الشتاء كيكه البرتقال. ضروري في التلاجة، سهلة وبسيطة وما تستغنيش عنها طول الشتاء. وموفرة بقى في الفطار، تقعد معاكي يومين 3 كده مشيش هم الفطار. الولاد يجوعوا حتتين كيكة كوباية شاي ويا سلام بقى ما اقولكيش.
بصي ادي الكيكه بتاعتنا، بصي قربتها لك شويه، بصي ارتفاعها ما شاء الله. دي بقى تقسميها 3 رقات بقى كده وتعملي احلى تورتايه ما شاء الله. بصي بقى خفيفه هشه اسفنجيه مع انها لسه سخنه، بس فظيعه يا جماعه. خلاص حلوه قوي ما شاء الله، واخده لون حلو واتقلبت بسهوله لاننا بطلنا الصينيه كويس جدا. تعالوا بقى كده يا دوبك تبرد حاجه بسيطه ونبتدي نقطعها. وطبعا زي ما اتفقنا الكيكه عشان تتقطع معاكي حلو قوي ضروري تسيبيها تبرد خالص، ويا سلام لو لفيتيها بستريتش لتاني يوم. بصي ما تفرولش ولا اي حاجه، تطلع معاكي زي الفل. بس احنا بقى مستعجلين زي ما انتوا عارفين، وعاملاها قبل الفطار مفيش بربع ساعه يا دوبك، فمفيش وقت ان اسيبها تبرد خالص. فقطعتها بقى هي وهي سخنه وقدمتها على طول. بصي الدخان اللي خارج منها بس ما شاء الله، طالعه الخرطه بخرطتها ما شاء الله، تحفه تحفه تحفه، ولونها جميل جدا وطعمها كمان وريحتها خطيره. هي ولا مش هي؟ الولاد اتحدوني وطلعتها احلى كمان من على الظرف. تعالوا بقى نحطها في طبق كده ونشوفها وهي بتتقطع، خفيفة وهشة وحلوة جدا. لما تجربي الكيكة بتاعتي ارجعي اكتبي لي رأيك تحت في الكومنتات، ايه رأيك في ريحتها وهي بتستوي، وايه رأيك كمان في طعمها وخفتها وارتفاعها. بصي تحفة قطنية جدا جدا جدا، من النهاردة ورايح هتعرفي تعملي الكيكة، وانجح كيكة كمان، واحلى لون للكيكة خطيرة يا جماعة، ولونها حلو و تحفة 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 تحفة. لو تابعتيني للنهاية اكتبي لي كلمة السر تحت كيكة تحفة. لو كتبتي لي كيكة تحفة في الكومنتات هعرف ان انتي بتنصتي لكل فيديو، واعرف ان انتي حبيبتي اللي متابعة كل كلمة في الفيديو. دي كلمة السر كيكة تحفة، مع لايك وشير طبعا عشان اتأكد انك متابعاني كويس جدا. لايك وشير وكيكة تحفة، هعرف انك حبيبتي حبيبتي حبيبتي. وكمان لو ليكوا اي طلبات اكتبها لي تحت في الكومنتات. بحبكم جدا واشوفكم على خير فيديو جديد ونقول سلام.